السلام عليكم الاخوان، نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو خوتي غادي نشوفوا الاراء ديال الجماهير العربيه والعالميه على الماتش ديال المغرب والسنغال، وغادي نسمعوا شنو قالوا على التاهل ديال المغرب. المهم خوتي بلا ما نطول عليكم نخليكم على الفيديو ونتلاقاو في الاخير ان شاء الله. المنتخب المغربي الشجاع راهم لحقوا لي بينالتي مع المنتخب السنغالي. خلعتونا سينيغال ولا قتلوهم بالون. اروحوا نشوفوا لي بينالتي كيف هاوتنا. حطها في الجول. والو الشبكة. يا ايوب يا ايوب الشبكة. يا انس الشبكة. خلاص دوا بصحتهم خوتنا المغاربة بصحتهم. يراضيها خلاص بصحتهم. والله غير فرحت لكم من قلبي. لا فينال حبيتها السودان مع المنتخب المغربي، ما كتبتش هكذا. بصحتكم المملكة. المغرب إلى فاينل أفريقيا. مبروك لشعب المغرب، وزي ما توقعتها بالضبط تعادل بين المغرب والسنغال، وهتخلص في ضربات الترجيح. ملك ملوك التوقعات بيقول الكلمة مرة واحدة، لكن كان توقعي، كنت خايف على منتخب المغرب من ضربات الترجيح، وقلت ممكن السنغال هو اللي يفنش. لا، المغرب هي اللي بتفنش في ضربات الترجيح. قلت المغرب من غير ياسين بونو الموضوع هيكون صعب، لكن المغرب بتقدر تكسب وتروح لفاينل أفريقيا للمحليين عشان تلاعب مدغشقر في فاينل هيكون أعتقد إنه سهل على منتخب المغرب، وهيشيلوا افريقيا للمحليين. المغرب اتعادلت مع السنغال 1-1، وسجل الهدف نجم الرجاء المغربي صابر بوغرين، قدر يسجل هدف التعادل في الدقيقه 23، وانتهت المباراه بالتعادل الايجابي، وانتهى الاكسترا تايم ودخلوا على ضربات الترجيح. يفوز منتخب المغرب ويصعد لمباراه الفاينل. مستنيين المغرب ترفع افريقيا ان شاء الله امام مدغشقر، ونقول للمغرب مبروك. يا ولاد الايه، عملتوها ازاي دي؟ كسبتوا السنغال ازاي؟ بتعملوا ايه للكوره؟ عرفوني. طب بتعملوا ايه عشان نعمل زيكم؟ طيب عرفوني بتعملوا ايه؟ ايه اللي بيخليكم تكسبوا كده؟ ده كل المنتخبات المغربيه وصلت للنهائي، كلهم بنات صبيان كبار صغار، كله في النهائي، كله في النهائي، واحنا بس بنتفرج. احنا النهارده يعني النهائي بينادي علينا، قلنا له لا مش عايزين. يعني في اخر دقيقه ولي الدين، في اخر دقيقه في الدقيقه 90 والجون فاضي، حطها فوق العارضه. الكره قالت لنا غوروا، جرت ورانا بالشبشب. قلنا انتوا مش وش نهائي، يا اولاد النيل انتوا. اما مع المغرب النهارده ولا ضربه جزاء ضاعت، ولا واحده اتشاطت غلط. كل الكره داخله فيها زغروط، داخله فرحانه. كوره اللاعب المغربي داخل يحطها في الجون، داخله فرحان، سبحان الله. الناحيه الثانيه الكره داخله اتزغرت في العارضه، تقول له العارضه تعالي على طول. انا قاعد كده عارف ان المغرب هتكسب، عارف ان السنغال النهارده هي الاقوى، وهو المنطق والطبيعي كل حاجه بيقول لك السنغال تكسب. المذيع قال لك هنخسر، يعني المذيع المغربي قال لك هنخسر، صعب نكسب. كسب. ده هي بص يا جماعه، مش عمليه لعب ايه بقى، مش مستاهله ايه. هو حظ. انا عايز اعرف ايه الفوله بتاعتها، عايز اوصل لها، لان مش موضوع. ما احنا بنلعب برضه، ما تقوليش مدغشقر اقوى من السودان، ما تقوليش المغرب اقوى من السنغال. اما ليه بقى الموضوع؟ هو الموضوع مش كوره بقى. عايز افهم انا الموضوع ده، انا نفسي اعرف الدنيا فيها ايه. يعني انا عايزين، ما احنا برضه، ما احنا بنلعب برضه. احنا عندنا صلاح احسن لاعب في العالم، ما بنعرفش نوصل للنهايات، ما بنعرفش نعمل اللي بيعملوه ده. بقالنا سنتين ثلاثه الواحد دماغه هيتجنن من اللي بيحصل ده. الكره المغربيه كلهم في النهائي يا اخي، كل بطوله بيوصلوا للنهائي. ده حاجه تجيب الغل. انا مش عارف اعمل ايه في النهايه. الواحد فرحان، قلبي مزخطط من الفرحه. الواحد طالع، انا ممكن افرح شهر، انا مش هنام النهارده من الفرحه. الواحد هقول ايه؟
انا قلت النهارده يا رب اخواتي المغاربه يكسبوا علشان السودان زعلتنا، يا رب المغرب تفرحنا. انا قاعد ادعي الماتش كله، يمكن انتوا كسبتوا بسبب دعواتي. الماتش كله اقول يا رب احساسي يطلع غلط، يا رب احساسي يطلع غلط، توقعي يطلع غلط. الحمد لله ربنا بيخيب ظني واحساسي وتوقعي مع المغرب بالذات. سبحان الله ما بتصدفش مره ابدا خالص. مبروك لاخواتي المغاربه من كل قلبي. والمغرب هي الحاجه الوحيده اللي بتفرحنا في كره القدم. المغرب حاجه مختلفه، المغرب في حته تانيه. هو انتوا مش جنب اسبانيا؟ ما تلعبوا في اوروبا يا جماعه. ده انا بصيت، رحت المغرب بصيت هناك، بصيت لقيت اسبانيا جنبيكم. ما تلعبوا في اوروبا وتريحونا. ايه اللي مقعدكم جنبينا؟ ما انتوا جنب، ده انتوا بينكم وبين اسبانيا متر. ما تلعبوا في اوروبا يا جماعه، العبوا في اوروبا، خلينا نوصل احنا للنهائي. يا حزن الحزن علينا احنا والسودان، ومبروك للمغرب. واسيبكم واروح لقلب الفرحان نحتفل بالفوز ده. Le Maroc est en finale du CHAN. Voilà. Le Maroc s'est qualifié pour la finale du CHAN. Ils ont éliminé le Sénégal, les tenants du titre. Voilà, ils ont fait un match nul, voilà, un but partout. Et ils ont battu le Sénégal par séance de tirs au but. Et malheureusement, les Sénégalais ne vont pas jouer la finale du CHAN pour la deuxième fois consécutive. Donc ils vont pas doubler le CHAN, malheureusement. Ils vont affronter Madagascar en finale. Donc le Lion de l'Atlas face au Baréa. Donc ça sera vraiment un bon match, hein, voilà. Donc un très grand bravo au Maroc pour cette qualification en finale. Franchement, c'était vraiment mérité. Le Sénégal méritait aussi une qualification car c'était vraiment un match très serré. C'était vraiment un match à haute intensité. Preuve qu'ils sont allés même jusqu'aux séances des tirs au but. Les deux équipes méritaient de se qualifier en finale, mais malheureusement, voilà, il n'y a qu'un seul vainqueur, malheureusement, voilà. Et aujourd'hui, les vainqueurs, c'était le Maroc. Voilà, c'est les Lions de l'Atlas. Ils ont battu les Lions de la Teranga. Donc bravo Maroc pour la qualification. Franchement, aujourd'hui, ils ont proposé un bon jeu. Le Sénégal aussi. Donc bravo Maroc pour la qualification. Donc le Sénégal va chercher à avoir une troisième place. Ils vont chercher une troisième place. J'espère que vous aurez la troisième place hein, face au Soudan. J'espère en tout cas. وبقيتي انت ودي الكراكي وحق ربي الا بقيتي انت. ها هو فينا الاخر، ها هو سكيتي ويسمع فرقه في 15 يوم ووصل في الفينال غيدي الصان. طاحوا مع مدغشقر في الفينال. اليوم كونتر السينيغال هذا ماشي دومي فينال، هذا فينال. لعبنا مع منتخب السينيغال راه الهرب ماشي بهدلونا، ولكن كان اللعب مفتوح. هما كيطلعوا حنا كنطلعوا بينالتي تعرفوا يسيروا المنتخب. احنا في الفينال كونتر مدغشقر، ها فينال اخر من بعد فينال ديال الدراري الصغار ديال قل من 19، ديال الدراري الصغار قل من 23، ها فينال اخر في العام هادي الفينالات. ايجي انت اخويا الكراكي سكيتي ولا غيدي الصان، غيتزاد عليك الحمله ودير الكراكي. ازمع فريقه في 15 يوم ولا فاتي زينوس. برافو الرجال. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. برافو السبوعة، برافو الرجال، برافو الأبطال. سير الله يحفظ البزازيلات اللي رضعتو. هاد الولاد هادو قسما بالله الا رجال واليوم ماتوا في التيران. هاد الولاد هادو اليوم ضحاو على قبل القميص الوطني المغربي، خلاو الدمايات ديالهم في التيران. شفتوا دوك لي زاكسيدون اللي وقعوا في الاخر تا داك الشيء كيبورش اللحم. قسما بالله الا جاتني البكيه. برافو عليكم، برافو عليكم، شرفتونا، رفعتوا برايه ديال بلادنا، كبرتوا بينا. سو الله يحفظكم دنيا واخره. قلت لكم دوزياميطون ما يمكنش، دوزياميطون خياليه، دوزياميطون فيها الروح، فيها القتيله، فيها الموت الكحله. جا واحد البيت راه ما يمكنش. البيت اللي تمارك اليوم اقسم بالله العظيم الا درس في الكره صاحبي. تي باس الاول الباس الثاني والتسعود تبارك الله، تبارك الله لعب بالدمايات وما باغيش يخرج راسهم فرقع. سو الله يحفظكم، سو الله يحفظكم. الماتش ديال اليوم اقسم بالله الا كان فينال. الماتش ديال اليوم فينال، وان شاء الله النهائي ومربوحه ان شاء الله. وديما مغرب وديما مغرب وديما مغرب. والله ينصر المغاربه فين ما كانوا. وكيف ما شفتوا خوتي كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. تنتمنى الفيديو ديالنا يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تخليونا الاراء ديالكم في التعليقات، وما تنساوش تدعمونا بلايك وكومونتير واشتراك باش فيما نحطوا شي فيديو ان شاء الله تكونوا نتوما من الاوائل اللي غادي تشوفوا. تحياتي لكم.